اسهل والذ وصفة بقلاوة او جلاش ممكن تعملوها في حياتكم. يعني في 5 دقايق كده وانتي واقفة في المطبخ ملخومة في العزومات بتحضري الفطار علشان خاطر العزومة اللي عندك دي. اشيك حاجة واسرع حاجة ممكن تقدميها لضيوفك اول يوم رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. هيطلع شكلها حلو كده واخدة لون معانا، وكمان هنزوقها مع بعض بالطريقة اللي انت عايزاها وعلى حسب ذوقك، وهنحطها بأقل الامكانيات. وهنعمل كمان بربع كيلو جلاش بس. ربع كيلو جلاش بس هيطلع معايا الكمية دي كلها. تحفة بجد يا جماعة، جربوها مش هتندموا ابدا ان انتوا جربتوها. يلا كده بقى نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا جبت نص كيلو جلاش، اخدت نصها بس، يعني استخدمت بس من الوصفة دي ربع جلاش بس. هبدأ ان انا اقسمه كده على نصين، يعني ممكن تقسمي بالمقص او ممكن بالسكينة عادي. انا قسمته كده بالشكل دوت اهو. هضغط عليه كده علشان خاطر الحروف تطلع متساوية معايا بالشكل ده. وهاخد النص اللي انا قسمته واشيل الباقي واستخدمه في اي وصفة تانية. هشيله في الفريزر علشان خاطر الجلاش بيبقى روحه يعني قليلة جدا، فهو لازم يتشال في الفريزر على طول عشان اي وقت تحبي تستخدميه يطلع معاكي طازة زي ما هو بالشكل ده. والفه كمان في كيسة وافرزه في الفريزر. هبدأ بقى ان انا اشتغل على اللفة اللي انا اخدتها دي ربع كيلو بس، وهوريكي هتطلع معايا الكمية قد ايه زي ما شفتيها في اول الفيديو. هنزل كده، هجيب اي حاجة اتقطعت من الجلاش هحطها كده في النص مش هتبان خالص، وهبدأ كده ان انا الفه. وخليني حريصة جدا ان انا الفه بالشكل دوت، ان انا ابرمه كده ويكون محكم. وهجيب سكينة حامية وهبدأ ان انا اقطع كده على شكل دواير اهو بالشكل ده. يعني ممكن القطعة تساوي كده ممكن عقلة صبع او اكبر شوية، يعني ما تكبرهاش اكتر من كده علشان يستوى معاكي من جوه، يبقى واخد قرمشة كده من جوه من بره، هيبقى حلو جدا. وده مقاس مظبوط جدا ممكن تعملي بيه. لو عايزة تكبريها شوية براحتك، بس انا بقولك على التسوية المظبوطة اللي هتطلع معاكي الجلاش او البقلاوة شكلها حلو، واخدة لون حلو من كل النواحي. هبدأ اجيب قوالب الكب كيك وادهنها كده بالسمنة كويس جدا. ودي خطوة مهمة لازم ادهنها بالسمنة علشان الحلويات او يعني حلويات رمضان او الكنافة او الجلاش والحاجات دي بتاخد سمنة كتير علشان تطلع معاكي مقرمشة واخدة لون حلو. طيب انا لو ما عنديش قالب الكب كيك دوت، انا ممكن اجيب في قوالب كب كيك اللي هي السيلفر دي، بتتباع عند اي حد من مستلزمات الحلواني او اللي هو بيبيع الورق والكياس. بتبقى متوفرة عنده. ممكن اجيبها وادهنها برضو بنفس الطريقة. وبعدين هاخد بقى القطع اللي انا قطعتها دي الرولات دي، وهبدأ ان انا افتحها كده من النص بالشكل ده. هحط كده قطعة الرول اللي انا قطعتها في الصينية بالشكل ده، وابدأ افتحها كده من جوه. شايفين انا بلفها عكس اتجاه ما انا لفاها بالشكل ده، هتديني شكل الوردة اللي انا عايزاه. كده انا خلصت الصينية ولفتها كلها. بصوا الشكل عامل ازاي في النهاية. هجيب بقى السمنة سيحها كويس جدا ماشي، وهنزل بيها كده بالمعلقة على وشها. انا ما ورقتهاش من جوه بالسمنة ولا حاجة. حطي بقى كمية السمنة اللي انت عايزاها، كده كده هتحمر وهتمسك في بعض يعني في الفرن، هتبقى حلوة جدا. وهبدأ كده ان انا احطها على وشها بالشكل دوت. انا حطيت في ارضية الصينية، ارضية القوالب، وهحط كده بالشكل ده لحد ما اخلص الكمية اللي عندي. المهم ان انا اسقيها كويس جدا علشان ما تطلعش طريه من جوه ويطلع لونها ابيض من جوه، وهتبقى مش حلوه. يعني هي لما بتبقى مقرمشه بتبقى حلوه جدا. هشوف كده اي حته كده ما فيهاش سمنه، هحاول ان انا برضو اعملها بالفرشه بتاعتي بالشكل دوت لحد ما انا ابقى راضيه على الشكل النهائي ان هي خلاص اتشبعت بالسمنه كويس جدا. وبرضو ده على حسب انتي ما عايزه تحطي سمنه قد ايه، بس انا بقولك برضو ان هي تطلع معاكي مظبوطه باللون دوت ازاي. كده انا خلصت بقى الصينيه بالشكل ده. خلاص هولع الفرن على درجه حراره 180 الرف الوسطاني، وخلي بالي كويس منها هي مش هتاخد في الفرن يعني يا دوب 10 دقايق بالظبط هتبقى جاهزه معايا. او عبال ما هي تستوي انا هحضر بقى الشربات بتاعها. عشان اعمل شربات مظبوط لازم يبقى المقدار بتاعه مظبوط جدا علشان كمان ما يسكرش معاكي. هحط كوبايه ونص سكر، عليها كوبايه ونص ميه، وعصره ليمونه بالشكل ده. عصرة ليمونة بس مش اكتر، مش نص ليمونة، عصرة ليمونة. واعملي الكمية اللي انت عايزاها، بس خلي المية قد
السكر بالظبط بالشكل ده. هحطها على النار هتغلي، وما اجيش جنبها خالص ولا اقلبها ولا اجي جنبها لحد ما الشربات احس ان هو تقيل معايا. وهوريكي دلوقتي يطلع تقيل ازاي. دلوقتي الوردات بتاعه البقلاوه او الجلاش استوت معايا وناشفه جدا وخدت لون حلو جدا من فوق ومن تحت. انا ما قلبتهاش ولا حاجه، هي علشان خاطر السمنه فيها حلوه جدا فطلعت معايا باللون دوت. لو انت عايزاها باللون ده ظبطي السمنه فيها كويس، واي سمنه زياده هتنزل منها ابقي شيليها واستعمليها تاني، ممكن تصفيها وتستعمليها تاني. بس انا ما فضلش سمنه معايا علشان انا كنت حاطه السمنه مظبوطه، ما كانتش ولا كتير ولا شويه، فكانت مظبوطه جدا معايا. جبت الشربات بقى علشان تعرفي ان هو ناجح معاكي. زي ما انت شفتيه كده انا عملت بالمعلقه فنزل خيط معايا، لو الخيط بيقطع يبقى هو لسه محتاج تسويه تانية، فهسيبه على النار شويه. المهم ان انا اشيله بالمعلقه كده وانزله يبقى معايا الطرف اللي هو طال نازل من الشربات يبقى زي الخيط بالظبط ما يتقطعش معايا. وهبدا بقى ان انا احط الشربات عليها. طب احط الشربات ازاي؟ ما ينفعش ان هي تبقى سخنه واحط الشربات سخنه، هتعجن معاكي ومش هتطلع مقرمشه خالص. اسيبها هي تبرد خالص واسيب الشربات يهدى شويه، بيهدى شويه مش يبرد، لا ان هو يبقى فيه سخونيه بس ما يبقاش لسه نازل من على النار. وهزوقها بقى بالطريقه اللي انت عايزاها بالشكل دوت. انا جبت هنا شوكولاته نوتيلا، يعني ممكن تسيحيها على حمام مائي او ممكن تفكيها بحبه زيت بالشكل دوت. وهنزل كده على شكل الوردات من فوق زي ما انت عايزه بقى لحد ما اخلص الكميه اللي انا عايزاها. وهنا جبت مكسرات او سوداني زي ما تحبي اللي انت عايزاه على حسب المتوفر عندك اهو بالشكل ده. وهنا دوت سوداني انا يعني عملته اللي هو الفستق الكداب، وبدأت ان انا انزل بيه كده على وش البقلاوه من فوق. اعطت شكل حلو جدا بجد، حاجه حلوه جدا. طعمه يا جماعه جميل، يعني هو اساسا ريحه البقلاوه وهي بتستوى في الفرن من قبل ما اطلعها بتبقى ريحتها فعلا فظيعه. يعني حلويات رمضان دي بتبقى حلوه جدا ان هي حقيقي بتبقى منجزه وبتبقى طبق رئيسي لازم في رمضان وحاجه بتشرف قدام الضيوف. يعني اتمنى ان انتوا تعملوها بجد حلوه جدا ومش تاخد معاكم اي وقت. جبت بقى قوالب الكب كيك الصغيره بالشكل ده، برضو بتتباع عند مستلزمات الحلواني. دي قوالب صغيرة على قد الوردات اللي انا عاملاها او على قد البقلاوة اللي انا عاملاها بالشكل ده. وهبدأ بقى ارصها واقدمها كده بشكل شيك علشان خاطر يبقى شكلها حلو على السفرة بتاعتي في العزومات. يعني انتوا بجد اما تعملوا الحاجة دي يعني مش هتصدقوا ان انتوا عاملينها، او ممكن حد يشوفها مش هيصدق ان انتوا اللي عاملينها اكنكم شاريينها جاهزة من بره. بصوا شكلها شيك ازاي. ودي بقى الكمية اللي طلعت معايا. حد يصدق ان ربع كيلو جلاش يعمل الكمية دي كلها؟ بجد احلى طبق ممكن تقدموه في العزومات. بصوا التسوية، بصوا لونها حلو ازاي من فوق ومن تحت كمان ومن الجناب، بجد روعة. واخدة شربات حلو جدا ومسقية حلو، حتى لو قعدت لتاني يوم هي بيبقى لما بتبات بيبقى طعمها احلى واحلى. بصوا يعني قرمشتها باينة من غير ما انا اتكلم. يعني بجد تحفه يا جماعه، جربوها هتعجبكم جدا. بس كده دي كانت وصفتي النهارده. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.